يتم استهلاك يوميا أكثر من 3 مليار كوب حول العالم. تنشط العقل، تحسن من أداء الذاكرة. القهوة كيف بلشت؟ من وين اجت؟ كيف اكتشفوها؟ رح نحكي بهذا الفيديو. بالبداية حابب اتشكركم على الفيديوهات الماضية وعلى التفاعل اللي صار فيها، شكرا كثير. لا تنسونا اللايك مهم جدا، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ويلا نبلش بالفيديو مشان ما نطول عليه. لحد اليوم ما في تاريخ معين او قصة معينة بتحكي عن قصة اكتشاف القهوة، ولكن اغلب المؤرخين واغلب العلماء اجتمعوا على اسطورة معينة، وهي اسطورة الراعي خالدي او كالدي. الراعي خالدي راعي بسيط كان بيعيش بالمرتفعات باثيوبيا او الحبشة قديما. بيوم من الايام العصافير عم تزقزق والزلمه عم يدق على الشبابه مثل ما بيقولوا اخوتنا، ولاحظ انه في غنمتين خروفين اللي هو النشاط عندهم تغير، يعني عم يحركوا وينططوا وكذا. فاستغرب الموضوع غير باقي القطيع، ركز معهم شوي ولا لقاهم عم يروحوا هيك على مكان شوي عم ياكلوا من شجره معينه ويرجعوا. راح لعند الشجره ولا لقى فيها انه حبوب هيك صغيره بتشبه حبه الكرز ولكنها قاسيه. بالفعل اخذ كم شيء داقه، اخذ كم حبه، طعمه ما كثير عجبه، كما يعني لسه من الشجره. ولكن بعد فتره بالفعل هو حتى هيك حس بنشاط معين، يعني فقال انه هي النبته، هي الثمره فيها شيء غلط، فلازم نعرف شو القصه تبعها. فاخذ حوش كم حبه، يعني هيك سله صغيره، ونزل فيهم على القريه تبعه. اول شيء راح لعند العطار اللي بالقريه يعني. فارجع يا هون قال له والله 1 2 3 انا هيك صار معي وشفت هدول. العطار قال له انا هي ما بصراحه ما مرقت علي لسه، ما شفتها ولا حدا حكى قدامي عنها كثير يعني. قال له اذا بتحب تسال روح على الكنيسه، اسال الراهب اللي بالكنيسه، ممكن يكون عنده علم بالموضوع يفيدك اكثر. فصاحبنا اخذ البنات وحمل حاله وراح على الكنيسه. لما راح على الكنيسه قال له للراهب يا سيدنا انا لقيت هالثمره، وحكى له القصه وشو شاف، كيف شاف القطيع تبعه تاثر شوي وهو داق منه، حس بشويه نشاط. فهون الراهب فهم الموضوع بالعكس، قال له يعني انه انت حسيت في شيء بعقلك وهيك، يعني فهم انه فيها شيء غلط من شيء مثل ما بيقولوا من مذهبات العقل. فقال له هذا اكيد بضر بالانسان وهذا الشيء حرام ولازم ما تستخدمهم ابدا. ومسك البن اللي اخذهم منه ورماهم، كان في عنده موقدة نار هيك بتدفوا عليها، ورماهم بقلب الموقدة هي. ولما رماهم بالموقدة بعد بشوي هن وعم يحكوا يعني بين بعض، استغربوا شموا ريحة حلوة. فقربوا هيك على الموقدة فلقوا انه البن اللي نزت بقلب الموقدة بلش يعطي هيك ريحة حلوة يعني، واستغربوا عجبتهم الريحة. فرجعوا طلعوها، قال له اخي صار في فضول بالموضوع، طلعوا الحبات. قال له اخي تعال نغلي مثلا شوي مثل ما متعارف على كل الاعشاب وكل الثمرات، نغلي منها شوي ومندوقها، لقيناها تمام خلاص تمام بنشربها بالايام العاديه، ولقيناها طعمها مو طيب بنكبها وكانه ما صار. جابوا وعاء من الطين او باثيوبيا كانوا وعاء من الطين من الفخار، وبين الفخار والطين يعني، وحطوا فيه البن وحطوا فيه مي وحطوه فوق النار مشان تغلي. وهون حرفيا كانت اول مره واول طريقه اعداد قهوه بالعالم. ولمعلومه لليوم باثيوبيا هي الطريقه معتمده، واغلب المحلات الشعبيه باثيوبيا بتقدم القهوه بهي الطريقه، ولكن طبعا مع تعديلات ثانيه اللي هي التقشير والتحميص والطحن. ولكن طريقه الغلي مثل ما كانت اول مره عملوها لهلا عم يشتغلوا فيها. بعد ما غلت القهوه شوي صفوها وشربوا المي تبعها، بالفعل طعمتها طيبه، المذاق عجبهم. والمهم مالنا بطول السيره، بعد ما اصحابنا غلوا القهوه وداقوها لقوا طعمها ظريف يعني، فنادوا اصحابهم حواليهم بالقريه، ابو احمد ابو ياسر ابو تحسين، نادوا لهم شربوا لهم هيك كل واحد فنجان. لك شو جايب انت، والله شغله عظيمه. ومره عن مره صاروا مثلا المره اللي بعدها اخي تعال نقشر القشره البرانيه، بتجي عليها قشره حمراء مغلفه، نقشرها بعدين بنحطها بالنار وبعدين بنغليها شوي بعدين صاروا يكسروها بالحجار. هون اجا بلش الطحن اول مره، بلشت تنتشر عندهم بالقريه، وطلعت لبرا القريه، بلشت الناس تعرفها وتعرف القهوه. ولما بلشت تنتشر اكثر بباقي القرى ووصلت للمدن باثيوبيا او بالحبشه، هون في ناس بلشت تهتم فيها اكثر، في ناس بلشت تزرعها.
في تجار صاروا انه اخذوها مصدر دخلهم وبلشت تتوسع اكثر واكثر واكثر. فبعد الانتشار الواسع باثيوبيا بلشت تنتشر اكثر لبرا اثيوبيا، فوصلت لليمن. كيف وصلت لليمن؟ من زمان كان في سفن تجاريه يطلعوا يودوا بضاعه، ياخذوا بضاعه ويجيبوا بضاعه. بقلب هي السفن كمان كان يكون في عبيد. هي العبيد تنباع بتنشرى مثل ما كلنا بيعرف. هي العبيد من شده فقرهم يعني ما كان عندهم شيء يتغذوا عليه بالطريق، فكانوا ياخذوا حبوب من هي من ثمره القهوه وياكلوها على الطريق. فبهي الطريقه وصلت اول مره على اليمن. اليمن انتقلت القهوه للحجاز، ومن الحجاز لبلاد الشام، ومن بلاد الشام لاسطنبول، ومن اسطنبول لباقي اوروبا، وانتشرت بالعالم مثل النار بالهشيم. كثير صار لغط عليها، وحتى باسطنبول اول ما بلش باسطنبول يفتتحوا القهاوي. اول فتره صار تحاربوا كثير من الناس اللي حواليهم، لانه انتم عم تجيبوا شيء تقعدوا تلتموا حواليه وتشربوا وتضيعوا وقتكم. فهذا اللغط الكبير اللي صار حواليها حتى بس كسبت شهره اكثر للقهوه. يعني هو صحيح انه صار في خلافات كثير بين الناس، بس هذا الشيء خلى الناس تحكي كثير بهذا الشيء. شو هذا الشيء الاحمر اللي اجانا؟ شو هاي القهوه؟ وبلشت بقى بعدها تنشهر اكثر واكثر. مع تطور الزمن ومع تقدم الزمن بلشت الناس تعمل اليات جديده، ان كان بالقطف، ان كان بالتقشير، ان كان بالتحميص، ان كان بالطحن. طحن على الحجر اول فتره، وبعدين ليومنا هذا بتعرفوا كلكم شو صار الطحن الحديث وهي الامور. ولكن حبينا نحكي ببساطه وبسرعه عن هيك قصه طريفه من كثير قصص بصراحه عن طريق اكتشاف القهوه، ولكن هي القصه اكثر الناس واكثر المؤرخين اجتمعوا عليها انها تكون هي الصحيحه. ما حبيت كثير طول بهذا الفيديو. الفيديو الجاي رح نحكي عن ابرز الدول المصدره لحبوب البن، وعم نحكي على الفروقات بين حبوب البن من دوله لدوله، ورح نفوت بالجد مثل ما بيقولوا للمهتم بالموضوع. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. اللايك مهم جدا يا جماعه، وتفعيل الجرس لحتى يوصلك الفيديو الجديد فورا. ودمتم بخير والسلام عليكم.